خلق الله الأرض قبل السماء في يومين، ثم خلق السماء في يومين، ثم ملأ الأرض بخيراتها وبركاتها في يومين، وملأ السماء بملائكتها. كل ذلك حصل في 6 أيام. وفي يوم الجمعة وهو اليوم الأخير من الأيام ال6 خلق الله الجنة والنار معا في يوم واحد. يعني الدنيا استغرقت كم؟ 6 أيام، والآخرة الكبيرة العظيمة يوم واحد. خلقت الجنة يوم الجمعة وخلقت النار يوم الجمعة في اليوم الأخير من ال6 أيام. الدنيا الصغيرة 6 أيام، يومان للأرض ويومان للسماء ويومان لخلق الأرض والسماء، للخلق الذي يسكن في الأرض والسماء من ملائكة وجن وبهائم وإنس وغير ذلك. وفي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة أمر الله جل وعلا ملكا من ملائكته وهو ملك الموت أن ينزل للأرض وأن يقبض من أديمها قبضة، وأن يعلو ويرتفع بهذه القبضة إلى الموطن ما بين الجنة وسدرة المنتهى، المكان بينهما توضع فيه هذه القبضة. أخذت القبضة من أديم الأرض، وأديم الأرض ظاهرها والأديم الجلد، الأديم الجلد، ولذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم فراش من أدم يعني من جلد، فأخذ من جلد الأرض يعني أديمها وظاهرها قبضة أخذها ملك الموت، قبضة عامة فيها أبيض الأرض وأحمره وأصفره وحجارته وكل أصناف الأرض ومعادنها، قبض قبضة عامة، ثم ارتفع بها ووضع القبضة ما بين سدرة المنتهى وجنة المأوى. انفصلت القبضة عن الأرض ولا لا؟ انفصلت انفصالا كاملا. اتصلت القبضة بالملائكة أول ما بدأ خلقها قبضها الملك، ارتفعت إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فأصبحت القبضة إلى الجنة أقرب أو إلى الأرض أقرب؟ إلى الجنة أقرب. ثم أمر الله جل وعلا أن تختلط هذه التراب القبضة بماء من هناك، وما أدراك ما هناك، فكان الماء الذي اختلطت به قبضة آدم ليس ماء مطر ولا ماء عيون ولا ماء بحر، هو ماء من هناك حيث كان الخلق الأول. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اختلط الماء بالتراب فأصبح طينا، ومكث الطين ما شاء الله أن يمكث، والملائكة لا يدرون ما الخبر، وإبليس لا يدري ما الخبر، الجن لا تدري ما الخبر، حتى أخبرهم الله الخبر: إني خالق بشرا من طين، هذا الطين سأخلق منه بشر، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا أمر قبل خلق